السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين في اسعد حال دايما. ربنا يفك كربنا وكربكم وكرب المسلمين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. معاكم اختكم جنة رضوان، مطبخ اكل بيت وحلويات. جاية النهاردة اعمل معاكم ان شاء الله النهاردة وصفة بسيطة جدا للرجيم ومن قلب البيت باذن الله، سهلة جدا وكمان طعمها مقبول جدا باذن الله لينا. هي ان شاء الله وصفة الشاي الاخضر زي ما انا شايفة، هي العلبة معايا اهي بوريها لك، شاي اخضر باكت او سايب لو فيه. هنا بقى معايا معلقة كده من القرفة الناعمة، معايا يعني نص معلقة من النعناع ناشف او اللي هو الفريش اللي موجود عندك، وطبعا كوباية من المية المغلية. هنبدأ على بركة الله كده ان شاء الله، نحط المقادير بتاعتنا. طبعا مفيش سكر. بسم الله. حطيت القرفة والنعناع، كل حاجة بتحطيها ليها فايدتها، خلي بالك ان شاء الله. يعني نبدأ كده بسم الله، نهبط بس الباكت بتاعنا كده جوه عشان خاطر ايه يديني فايدته بإذن الله. الشاي الأخضر معروف ان هو مفيد صحيا للرجيم، وكمان هو الإفادة اللي معانا ان الحاجات اللي موجودة معانا ديت بتحرق الدهون في الجسم. في اي مكان مثلا فيه دهون، هي ان شاء الله بقدرة ربنا بتسيح لنا الدهون ديت وتدوبها بكل بساطة ومن غير ما نتعب في حاجة او نتضايق من طعم الحاجة اللي بنعمل بيها الدايت او كده. دي ان شاء الله طريقة سهلة لأي حد يكون حابب يعمل دايت او رجيم. دي بإذن الله طريقة من طرق كتيرة قوي، بس دي بسيطة بإذن الله ليكم وان شاء الله هتعجبكم. فكل اللي هنعمله ان شاء الله هتشربي منها مثلا الصبح وبالليل او 3 مرات مثلا، يعني بكتيره، عشان خاطر برضه كل حاجة ليها فايدة وليها يعني ايه غير الفايدة. لو احنا زودنا من الحاجة غلط، قللنا برضه غلط. خير الامور الوسط يا ولاد. بس دي كانت النهاردة وصفتنا المتواضعة لشاي الرجيم الدايت. يا رب تكون المقادير موجودة عندنا كلنا، وهي أكيد موجودة عندنا كلنا وبسيطة، وإن شاء الله تشوفوا نتيجة منها كده بإذن الله سريعة. ويا رب تكون عجبتكم وأكون قدرت أوصل لكم معلومة بسيطة يا ولادي صغيرة كده. وإن شاء الله هنشوف مع بعضنا طرق جديدة أو كتيرة للدايت وبسيطة، علشان كلنا إن شاء الله نقدر نعملها وإحنا مش متضايقين. بس دي كانت فقرتنا النهاردة إن شاء الله. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. إن كان لنا اجل ونصيب نتقابل مع بعضنا في فيديو تاني جديد. وقبل ما اسيبكم انا ليا رجاء عند حضراتكم، معايا ابن على القناة عندي، يا ريت تدعموه، قناته جميلة جدا. دعموا، جزاكم الله عنا كلنا كل خير يا ولاد. كلنا اسباب لبعضنا، ولازم كلنا نبقى في عون بعضنا عشان ربنا يبقى في عوننا ان شاء الله، وربنا يبقى واقف معانا في ميزان حسناتنا ان شاء الله يوم القيامه. دعموا لوجه الله. هو قناه تشطيبات، هتلاقوا ان شاء الله وصف قناته عندي على القناه بتاعتي. جزاكم الله كل خير مرة تانية، وبتأسف ان انا طولت عليكم. وان شاء الله ان كان لنا اجل ونصيب نتقابل مع بعضنا في فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.